السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده كده اقول لكم على اكله النهارده جميله جدا واقتصاديه، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، وفوق ده كله ولادك هيحبوها جدا. كده جبت كيلو من البطاطس معاه بيضتين، يعني هو الوصفه كلها كيلو بطاطس وبيضتين. عايزه تقللي الكميه براحتك. جبت كده البطاطس، طبعا حطيتها كده على النار تتسلق، قطعتها مكعبات. وهنا كده جبت بوله حطيت فيها البيضتين كسرتهم، والبوله التانية حطيت فيها شويه دقيق وشوية توابل بروست وشوية توابل عادية. الصفرة دي اللي هي التوابل بتاع الكنتاكي يعني، اللي هو الستريبس. وحطيت عليها بقى شوية فلفل اسود وكمون وملح وشوية بابريكا. وهنا جبت وشوية نشا. وجبت هنا كده في الطبق التاني بيضتين وحطيت عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود. الأكلة دي جميلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص، ولادك هيحبوها. ولو عايزة تدخلي بقى فيها لحمه او فراخ عادي براحتك، او عايزه تدخلي فيها لانشون براحتك، بس انا ما كنتش مدخله فيها حاجه خالص. انا بس جبت البطاطس بتاعتي كده بعد ما اتسلقت كويس جدا. حطيت عليها معلقتين زبده وشويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين، وههرسها بقى كويس جدا، وهوريكم دلوقتي انا هعمل فيها ايه. واللي لسه بيتفرج معايا لغايه دلوقتي، يا ريت يشترك لي في القناه، يعمل لي كومنت حلوه كده، واي قبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله. كده انا هرست البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. هجيبها بقى وهصبعها. لو انتي عايزة بقى تحطي فيها تحشيها مثلا جبنة رومي، عايزة تحشيها فراخ، عايزة تحشيها لحمة او لانشون، براحتك. عايزة تعمليها سادة كده زي ما انا عاملاها، والله يا جماعة تحفة جميلة جدا، جربوها هتحبوها قوي، وولادكم كمان هيحبوها. طبعا انا هنا عملتها على ايدي كده، صبعتها على ايدي زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده نزلت في البيض، وبعد كده حطيتها في الخلطة اللي انا عملتها التانية دي. لو عايزة تعمليها مرتين عادي، ممكن تنزليها في الخلطة مرتين. وتكوني طبعا حاطة الطاسة بتاعتك بتاعت الزيت على النار، يكون الزيت بتاعك سخن جدا. وهتعملي بقى كل الكمية بتاعتك زي ما انت شايفة كده، هتحطيها في التلاجة شوية عشان تتماسك معاكي كده خالص زي ما انت شايفة كده. وبعد كده بقى ايه، هتقليها في الزيت. مش عايزة اقول لكم والله يا جماعة طعمها جميل جدا وتحفة. ولما تعملوها هتعملوها كل يوم، يعني مش هتزهقوا من عمايلها، وهتعملوها كل يوم وهتعملوها كل يوم. ممكن تعملها بطعم مختلف، تحط لها مرة جبنة رومي، مرة تحشيها لحمة او فراخ. عايزة تعمليها سادة كده بتبقى جميلة جدا يعني. وعملتها كده، بصوا شكلها ما شاء الله، الله اكبر، شكلها تحفة وجميلة جدا وطعمها كمان احلى. وعملت بقى كده جنبيها شوية رز ابيض، وقطعت جنبها شوية خيار وطماطم كده، وبالهنا والشفا على قلبكم. ودي اكلة النهاردة، يا ريت لو عجبتكم تقولوا لي في الكومنتات. وقبل اي حاجة مش عايزة افكركم، انتوا تبقوا فاكرين تصلوا على النبي وتذكروا الله. ودي كده قلبها من جوه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في الفيديو الجاي.